واش عارف علاش نفس الطوموبيل ولا نفس الماركه كتلقى فيها بزاف ديال الموديلات كل واحد فيهم عنده ثمن مختلف؟ السلام عليكم، مرحبا بكم بارطاجي فواتير. كنقرب لك عالم السيارات بطريقه بسيطه. في الفيديوهات اللي فاتوا كنا هضرنا على الطوموبيلات وهضرنا على الماركات ديال الطوموبيلات. اليوم غادي نفهموا حاجه مهمه بزاف، هي علاش نفس الشركه ولا نفس الماركه كتخرج بزاف ديال الموديلات وشنو الفرق اللي بيناتهم. باش تفهم مزيان، اي شركه ولا اي ماركه كتقسمهم حسب القدره ديال الناس، كاين الرخيص كاين اللي متوسط كاين اللي غالي، باش كل واحد يلقى اللي مناسب ليه. ثاني حاجه حسب الاستعمال ديال الطوموبيل، كاين اللي تيستعمل الطوموبيل في المدينه، كاين اللي تيستعملها للسفر، كاين اللي تيستعملها للعائله، وكاين اللي تيستعملها الخدمه اليوميه. كل واحد عنده دور مختلف. ثالث حاجه حسب التغيير ديال السنوات مع الوقت كيتبدل الشكل وكتزاد بعض الحوايج اللي كتسهل السياقه، لذلك كتلقى نفس الاسم ولكن نسخ مختلفه. دابا السؤال المهم، شنو الفرق بين موديل وموديل؟ الفرق كيبان في ثلاثه الحوايج: القوه ديال السياره، كاين اللي ضعيفه شويه وكاين اللي قويه اكثر، الراحه الداخل، كاين اللي بسيطه كاين اللي مريحه ومجهزه مزيان. ثالث حاجه هو المصاريف، كل ما طلع الموديل كيتزاد الثمن وكتنقص المعاناه في الصيانه شويه. يعني نفس الاسم ولكن تجربه مختلفه. تخيل معايا نفس الماركه كتخرج ثلاثه ديال النسخ، واحده اقتصاديه خدامه وخفيفه في المصاريف، واحده متوسطه متوازنه بين الثمن والراحه، واحده مريحه مناسبه للسفر والراحه اكثر. كل وحده موجهه للناس مختلفين. الا كانت غير طوموبيل وحده فقط ما غاديش ترضي الجميع، واحد غادي يقول غاليه واحد غادي يقول ضعيفه. لذلك الشركات كتقسم باش كل واحد يلقى اللي يناسبه. الخلاصه كاين بزاف ديال الموديلات حيت الناس مختلفين، الاستعمال مختلف وحتى القدره الشرائيه مختلفه، ولكن الهدف كيبقى واحد، هو كل واحد يلقى السياره اللي مناسبه ليه. في الفيديو الجاي غادي نهضروا على موضوع مهم بزاف اللي هو الفرق بين البنزين والمازوت وشنو هو الافضل حسب الاستعمال ديالك، حيت هذا الخيار يأثر مباشره على المصاريف ديالك في الشهر. الى عجبك الفيديو دير لايك وسبسكرايب، كتب لينا في كومونتير الراي ديالك في هذا الموضوع.